تحدثوا عليها. أول خبر إخواني أخواتي هو الشكاية التي تم تقديمها للهاكا اللي فايت تكلمت لكم عليها وشرحت لكم عليها، اللي هي الهيئة ديال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وهي اللي كتراقب المحتويات اللي كيدوزوا في الإذاعات الرسمية والقنوات الرسمية ك يعني كالمغرب، دوزيم، ميدي 1، تيفي، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، دوك القنوات الآخرين، بالإضافة إلى الراديوات إخواني أخواتي الأعزاء، الإذاعات ديال الراديو. أي حاجة فيها كتكون هذه الهيئة هي اللي كتراقب وهي اللي كتشوف وهي اللي كتخلي واش يدوز شي بروغرام ولا ما يدوزش إلى آخره، يعني بحال كتراقب. فغادي يوصل واحد الشكاية غادي توضع بهاد المغني، وغادي توضع ضد دوزيام، ماشي ضده هو إخواني أخواتي الأعزاء، ولكن غادي تخرج هاد الشكاية إخواني أخواتي الأعزاء، لأن هاد الرابور أنا شخصيًا بعدا هاد الرابور هذا هو أنا كنعرف بأن كاين واحد النوع ديال الموسيقى، اللي هو مختلف جدًا. السي إدريس بوسان أهلًا وسهلًا بك ومرحبا بك معنا في البث المباشر. تحية كبيرة للاله خديجة كابي. إخواني أخواتي الأعزاء، هذا السيد هذا هو كيدير واحد النوع ديال الموسيقى اللي كيتسمى الراب، وذاك الراب هو مختلف نوعًا ما. علاش؟ لأنه هي موسيقى شبابية وثقافة غربية، واللي ما يمكنش ننكروا أنها حاضرة بقوة، والدليل على ذلك هو أنه شوفوا هاد الناس ملي كيمشيو لشي حفل بحال هاد طوطو، ملي كيمشيو الحفلات راه كيديروا أرقام كبيرة جدًا. طوطو راه واقيلا حسب ما يُشاع على أنه وصلت ل300,000 ديال الناس اللي كانوا تيسمعوا ليه في موازين. أهلًا وسهلًا سيدي بوستا نيوز أخي الكريم والمحترم، مرحبا بك. دابا إخواني أخواتي القضية كاملة عندها جوج ديال الحوايج، هي هاد سال goat اللي كاينة في الديباردور اللي لابس هاد السيد هذا، بالإضافة إخواني أخواتي على أن دوزيم دوزات أغاني، يعني نقلات الحفل ديال طوطو، والحفل فيه كلام اللي هو نابي، كلام نابي فاحش. الهيئة هي موقفها صراحةً موقف اللي هو صحيح، هي جاتها شكاية خصها تدرسها، ولكن فعلًا القنوات ديال دوزيم وديال المغرب وديال ميديان تيفي، الرابعة، السادسة، الرياضية، هاد القنوات هادو هما ما مسموحش أنها دوز هاد النوع من المحتوى، لأنه محتوى مخل بطبيعة الحال، حيت حنا في المغرب مازال ما وصلناش النيفو اللي وصلوا ليه بعض الدول الغربية. حنا باقيين عندنا هاد النوع ديال محافظين شي شوية من الناحية الأخلاقية، ما كندوزوش تخسر الهضرة في القنوات ديالنا. ولكن اخواني اخواتي شفنا بان الناس يعني ناضوا نقزوا على هذا الموضوع هذا، وهو اولهم بطبيعه الحال هو اليوتيوبر المهداوي. اليوتيوبر المهداوي ناض كتب ديك الكلمه اللي كان تيغنيها هاد طوطو مع الناس اللي كانوا كيسمعوا ليه، واللي هي كلمه نابيه. وقال لهم هاد القضيه ديال السلقوط، زعما انا راني قلت سلقوط، ولكن الحقيقه هي ان هاد السلقوط خصنا نعرفوا القصه ديالها شنو هي. بعد البحث إخواني أخواتي الأعزاء لقيت بأن هاد سالغوت اللي كاتب هذا ما كاتبش سالغوت، هذا كاتب سالغوت، والقصة ديالها تعود لماذا؟ هاد القصة راجعة إخواني أخواتي الأعزاء لواحد التصريح ديال بن كيران. هاد السيد هذا هو سميتو طوطو، الاسم ديالو الفني كيسمي راسو طوطو. ما عرفتش هاد السميات، وانا راه ما عنديش معاه صراحة، لا في العقلية ديالو، لا في الثقافة ديالو، لا في الأسلوب باش كيهضر، داير واحد الفم ديال النحاس، والله ما عرفت ديالاش، وتيهضر وكلامه ما مفهومش، وأسلوبه زعما أنا ماشي كندافع على هذا، ولكن تنشرح لكم شنو وقع. اللي وقع هو أن بن كيران واحد النهار غادي يذكر هاد طوطو وغيقول لهم جايبين لي واحد السلقوط، جيب لي واحد طوطو هذاك واحد السلقوط جايبينه تما في واحد الحفله، كيهضر على انه جايبينه لشي حفله او لشي بلاصه. ف اخواني والله خويا بوستان دريسي لا ما عرفنا واش نحاس ولا واش هذا ما عرفتش اقسم بالله. وزعما هذا راه شوف راه تا هو سيت ان اكزومبل ديال انعدام التاطير. هذا الدري هذا ولو يكون دابا تيدير ارقام وعنده الفلوس وهذا، ولكن راه تا هو شباب من الشباب من داك الموديل ديال الشباب اللي ضايع بغينا ولا كرهنا. اخواني اخواتي الاعزاء،
بن كيران نعت هذا السيد هذا بالسلقوط، قال ليه جايبين واحد السلقوط. جا هاد الطوطو هذا إخواني أخواتي الأعزاء شنو غيدير؟ غادي يمشي وغادي يدير واحد التغيير في هاد الكلمة، واللي هي أنا غنكتبها باش نبارطاجيها معاكم. بن كيران قال عليه سلقوط. ها الأولى، ها الكلمة اللي استعمل بن كيران. ناض هاد الطوطو هو يسمي راسو سالغوت. والسالغوت إخواني أخواتي الأعزاء هي اللي عنده هنا في هذا. وهاد سالغوت ما معنيتهاش سلغوت، يعني هو بحال قال ليه سال. المعنى بلاتي عافاكم، المعنى ديالها هي سال بلاتي goat إخواني أخواتي الأعزاء، هي المعنى ديالها هو الجدي، هو العتروس ولا الجدي. ولكن إخواني أخواتي عندنا واحد المعنى في الإطار الرياضي ولا الفني أو لا الموسيقي أو لا السينمائي، تيتقال على أنه هاد الgoat هي المعنى ديالها the greatest of all time. باش نشرحوا يبقى هذا الشيء هذا هو في اللايف مسجل. إخواني أخواتي الأعزاء، المعنى ديال هذه هي greatest of all time. أهلا وسهلا لاله كوين اللي التحقت بنا. إذا هاد المعنى ديال the greatest of all time هي المعنى ديالها باللغة العربية هي الأعظم. اسمحوا لي حيت كنكتب باش كنكتب باش نقدر نعلقها في الفيديو باش تبان. هي المعنى ديالها هي الأعظم في التاريخ. الأعظم في التاريخ. دابا مثلا بحال دابا كاين اللي تيقول لك كريستيانو is a goat، كريستيانو رونالدو، اولا تيقول لك ليونيل ميسي is a goat، مايكل جاكسون is a goat، مثلا مايك تايسون is a goat، محمد علي كلاي is a goat، روبرت دينيرو is a goat. وشنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هي الأعظم في التاريخ. دونك هاد الطوطو كجواب على بن كيران الفقيه اللي كنتسناو براكته، اللي ما خلاش شي سبه ما قالهاش، ها السلقوط، ها الحشرات، ها الميكروبات، ها الحمير، ها الكلاب. واعتذر منكم على هذا الكلام اللي كنستدل به. انتم عارفين بن كيران كيفاش كيتكلم. بن كيران هو من تطاول على هذا المغني ديال الراب وقال عليه انه سلقوط. وملي قال عليه سلقوط جا هذا هو باش يجاوبو كجواب منه ردها سالغوت، ومن تما ولا دايرها ماركه مسجله في اسمه، ولا ديما تيقول لهم طوطو سالغوت. دونك هذه هي الحقيقه. دونك ك باش نوضحوها مره اخرى. بن كيران قال سلقوط، ناض طوطو جاوب عليه قال لي انا ماشي، انا شكرا حيت قلتي لي سلقوط عطيتيني فكره. هو يردها سالغوت. وسالغوت المعنى ديالها هي greatest of all time، والمعنى ديالها باللغه العربيه الفصحى هي الاعظم في التاريخ. اخواني اخواتي الاعزاء، دونك هذا الشيء هذا بعيدا على الترهات اللي كيروجوا لها. واش قلت لكم بان المهداوي مشكلتنا معه من غير ان علاقاته بالخونه وعلاقاته بالناس اللي ما باغينش البلاد وباعداء النظام الملكي الشريف الى اخره. اخواني اخواتي، راه المشكل الثاني ديالنا مع المهداوي هو المشكل ديال التدليس. قال لهم وهو واحد جاي كاتب سلقوط، ما كتعرفش تقرا اللغه العربيه، ما كتعرفش تقرا اللغه الفرنسيه، ما كتعرفش تقرا اللغه الانجليزيه، ما تعرف حتى الدارجه، ربما واقيلا باقي ما عندك شي دارجه بوحدك. دونك على الاقل الصحفي نورمالمون واخا هو يوتيوبر، ولكن الصحفي خاصو يدير شي بحث، يقلب، يفهم، يقلب على شنو هي المعنى ديال هذا سالغوت وعلاش هو دار سالغوت في هذا، ويعرف بان راه بن كيران اللي كتدافع عليه اليوم راه هو اللي سمى هذا الولد هذا قال عليه سلقوط. وسلقوط اخواني اخواتي الاعزاء، واسمحوا لي ما بغيتش ندير لكم دروس او لا، المعنى ديال سلقوط اخوتي المعنى ديالها معنى خايب صراحه. كنقولوا على انه بن كيران استعمل هذه الكلمه ضد هذا الدري. وحتى المهداوي الى عقلتوا في الفيديو ديالو ملي خرج من المحكمه وفي فيديوهات سابقين ليه تيقول سلاقط، هذوك السلقوط
السلاغط هذا المصطلح هذا راه مصطلح خايب اخوتي، وعلاش؟ الناس اللي ما عارفينش المعنى ديال السلقوط. السلقوط شديناه حنا إخواني أخواتي الأعزاء من العهد ديال الاستعمار، فاش ولينا عندنا تقارب مع اللغة الفرنسية بزز منا بدافع الاستعمار، ولينا تناخذوا كلمات فرنسية وتندخلوهم عندنا. هاد الكلمات الفرنسية إخواني وأخواتي الأعزاء هو أن سالغوت أولا السلغوت جاية من لا سيدي بوساندريس، هذاك غلط، ماشي سالغوس بتاتا. المعنى ديال سالغوت، المغاربة في العهد ديال الاستعمار كانوا دخلوا عندهم الفرنسيين واستعملوا هذا المصطلح، وأعتذر منه بطبيعة الحال، اللي هي سالغوت إخواني أخواتي الأعزاء. وسالغوت إخواني أخواتي باللغة الفرنسية بطبيعة الحال المعنى ديالها هي نطفة خبيثة إخواني أخواتي. والنطفة الخبيثة معنيتها هي الأصل ديال داك الولد ديال داك الرضيع زعما اللي تزاد، الأب ديالو تيكون عبارة عن واحد الإنسان اللي هو خايب، فهمتي؟ يا إما باه مجرم، يا إما باه عاهر تيدار داك الشيء بالدعارة، أو لا علاقة غير شرعية، أو لا. دونك المعنى ديال سلغوت راه هي سالغوت، وسالغوت راه المعنى ديالها خايبة للأسف. دونك باش نشوفوا ناس بحال بن كيران وبحال المهداوي وبزاف ديال الناس اخرين يستعملون هاد المصطلحات اللي هي سلقوط، راه بالله عليكم راه هاد الدري هذا راه جوابا على هذا وجا دار ليها ابداع ردها سال جوت. اذا اخواني اخواتي هذا من جهه، من جهه الثانيه هي المصطلح ديال الكلمه اللي استعمل في الاغنيه ديالو. انا اكاد اجزم لكم مرحبا السي إدريس. أكاد أجزم لكم إخواني أخواتي الأعزاء أنه ما كايناش شي أغنية، شي مغني ديال الراب ما عندوش أغنية فيها الكلام الخايب. باش نجيكم من الآخر، معظم المغنيين ديال الراب نقدروا نقولوا مثلا 80 85 90%، وخصوصا أنهم هما قلال اللي مشهورين، راه كلهم تيكونوا عندهم أغاني فيهم تخص الهضرة. ولكن إخواني أخواتي الأعزاء، أنا راه تنفكركم بأن هذا الطوطو هذا راه طلع في موازين سابقا وخسر الهضره ماشي في اغنيه، خسر الهضره اون بلان ديريكت. راه ناض وبدا تيخسر الهضره وقال واحد الكلام خايب، ولحسن الحظ هذاك الشيء ما تنقلش في التلفازه. وفي نفس الوقت من يتحمل المسؤوليه هما الناس اللي صاهرين على التنظيم ديال هاد القضيه هذه. لان انا ملي غنعيط لطوطو ونقول لي اجي تغني لي في موازين، راه موازين اللي عندها رعايه ساميه واللي تابعه لوزاره الثقافه، وهنا بطبيعه الحال تنسالوا حتى الوزير بن سعيد بانه يبرر الموقف ديالو من هذا الشيء. لان حنا عارفين بان المجتمع المغربي لا زال لم يطبع مع هذه اللغه الزنقاويه، لا زال باقي عندنا شويه ديال الحشمه، باقي عندنا شويه ديال العرض، واخا المغاربه بزاف منهم تيخسروا الهضره، ولكن ماشي بطريقه عموميه. فكيفاش غادي نشوفوا انه هذا السيد هذا يطلع لتما؟ ماشي مشكل يطلعوا طوطو، ولكن يديروا كيف ما كيديروا الناس في بزاف ديال المهرجانات وبزاف ديال الحفلات، كتجلس معاه اطابل وكتقول ليه هاد الاغنيه غديرها، هاد الاغنيه ما غديرهاش، هاد الاغنيه غديرها، كدير معاه تفاوض لان بيناتهم كونطرا. كتقول ليه الاغاني اللي غتطلع بهم راه بغيناك دير لنا هاد الاغنيه وهاد الاغنيه وهاد الاغنيه وهاد الاغنيه وهاد الاغنيه. تيكون عنده واش 5 6 7 8 على حسب العدد ديال الاغاني اللي غادي يقدم، حتى 10 ما شغلناش. ولكن هذه مسؤوليه، وكنقولها بكل احترام وتقدير، يجب على الوزارة وعلى المنظمين ديال مهرجان الموازين أن يتحملوا مسؤوليتهم. لأن الدوزيم كانت كدير بث مباشر للحفلة ديال الموازين، راه لن يكون عليها من السهل أنها دير حفلة وتبقى غادا كتراقب اون ديريكت. وحنا مازال ما وصلناش لهاد القضية، حنا حتى الحفلات ديال سهرة رأس السنة كيكون فيها بزاف هاد المرات تيكونوا دي فوت تكنيك. علاش؟ لأنه كيكون داكشي اون ديريكت، مازال ما كنتقنوش أننا ندوزو اون ديريكت.
فكيفاش بغيتي أنت دوزيام أنها ما تدوّش واحد اللقطة اللي فيها هاد الهضرة هادي؟ دونك باش تجيب ليا نتايا 300,000 وتضمنهم يجيو للمنصة ديال السويسي، تجيب ليا طوطو وما تردش البال شنو تيقول، راه هذا خطر. وهنا يجب على كل من يعني مسؤول أن يتحمل مسؤوليته. وسيدنا وملك ديالنا ما شاء الله عليه لطالما قالها، ربط المسؤولية بالمحاسبة، ربط المسؤولية بالمحاسبة. فضيحة شيرين اللي طالعة في وحدة من أكبر المنصات اللي هي ال 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 المنصة ديال السويسي، طالعة دايرة زبالة ديال الفلوس وما غناتش حتى للناس، الناس مساكن خلصوا 1500 درهم خرجوا مفقوسين إخواني أخواتي الأعزاء. هاد الطوطو هذا وقعت الكارثة وداز داك الشيء اون بلان ديريكت وفي الدوزيام وفي واحد القناة اللي داخلة للدار ديال الناس وتيخلصوا عليها في الضرائب. وفي في 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 ال في ال في في الموت دوك نخلصوا واحد لا سوم واخا هي مينيم ولكن نخلصوها. فإخواني أخواتي الأعزاء على هاد المنظمين أنهم يتحملوا المسؤولية، لأنني أنا صراحةً ما كنشوفش المسؤولية ديال هاد الطوطو. طوطو بعيد من هاد الشيء هذا كامل، لأنه هو جا غنى عطاوه يغني اللي بغا، قالوا ليه طلع دير داك الشيء اللي كتعرف دير، طلع دار داك الشيء اللي كيعرف يدير. وما نجيوش نبداو ندلسوا من أجل أننا نبداو نديروا الحسابات. وها هو أنا قلت سلقوط ولكن ها هو واحد طالع كاتبها في التيشيرت. هذا راه قلة الحياء. وأعتذر على إخواني وأخواتي الأعزاء. اللهم يا ربي انصر المظلومين على الظالمين أينما كانوا وكيفما كانوا، اللهم عليك بالظالمين والحقارين أينما كانوا وكيفما كانوا. وربنا لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. وأنا آخر دعوانا إخواني أخواتي الأعزاء أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.